طبعا مش محتاج اقول لك ان انا برضه اهلا وسهلا بيك في فيديو جديد، بما ان احنا بقينا اهل خلاص وداخلين على 700 فولور او سبسكرايبر او ايا كان بقى المسمى بتاعها، المتابع على معظم السوشيال ميديا. فجالك دلوقتي في تجربه جديده عن حاجه اسمها نيرسينج انفورماتكس، يعني ممرض شغال تكنيكال بيبقى دارس جزء تمريض وجزء اي تي، يسهل عليه استخدام حاجات لها علاقه اسمها اتش ار او اي ام ار، اللي هي الكترونيك هيلث ريكوردز والكترونيك ميديكال ريكوردز. وده بتربطه بحاجات لها علاقه بداتا فيجواليزيشن، وبتربطها كمان بحاجه لها علاقه بجزء البرمجه وجزء داتا بيزز وجزء ستورنج وجزء داتا اناليسيز. الحاجات دي بتسهل علينا حاجات كتير، منها اللي هو مسميه عندنا التنبؤ بتشخيص المريض او التنبؤ بمشاكل ممكن تحصل للمريض، او جزء ثالث الا وهو متابعه حالات المريض عن طريق حاجه اسمها تيلي ميديسين. فانت لو عندك اهتمام بالكلام اللي انا قلته ده كله، حتى لو هو مش واضح، فتقدر تخش على اليوتيوب، هتلاقي اللينك تحت في اول كومنت، اسمه قناه نيرس مايند سيت. نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.